رئيس الاجتماع ممثل فلسطين التي نحمل لها ونعيش معها عقود من الزمن، وهي قضيتنا المركزية. وأشكر لكم هذا الحضور، وأنا سعيد كل السعادة رغم الأحزان والآلام التي نعيشها في بلادنا، أننا بين إخوة كرام حملوا الهم اليمني منذ بداية الأزمة، وكانوا عونا لنا في هذا البلد وفي لدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة، وعملت بلدانهم أيضا، كانت حملت هم القضية اليمنية. نحن ندخل العام الثامن بآلام وأحزان كبيرة جدا، وبفقدان كامل لآمال السلام التي كنا نعلم عليها، والتي بدأت من هذه المدينة من جنيف بلقاءات يمنية عبر الأمم المتحدة، وانتقلت بعد ذلك إلى الكويت، وعلى مدى 100 يوم في الكويت وتبخرت وتلاشت، ثم استمر الحرب، طاحونة الحرب والتدمير للقيم، للتعليم، للتاريخ، للثقافة، للجانب المذهبي أيضا، والجانب الديمقراطي الذي يكون الهامش الديمقراطي أو الجانب الديمقراطي الذي كانت بلادنا تتمتع فيه، والحقوق والحريات، وحرية المرأة، وحرية التنقل. كل هذه القضايا اليوم لم يعد لها أثر، والحديث كما قلت في لقائنا مع المفوض السامي لحقوق الإنسان في بلدي صار حديثا عن الماضي ولم يعد له وجودا على الأرض، ونعيش مأساة كاملة. ربما الصور التي بين أيديكم فقط أتينا بها من أجل أن نطلعكم بأن لم يغير المنهج التعليمي فقط، ولم تغير السياسة والثقافة ولا التاريخ، حتى أشكالنا تغيرت. طلي الإنسان بأمر من العصابة التي تهيمن على السلطة، وبين أيديكم 3 من يسمونهم رئيس البرلمان ورئيس الحكومة ووزير التعليم العالي. هؤلاء يتلحفون الأرض في أحد اللقاءات، ولا يعيرونهم اهتمام، لأنهم ليسوا من الأسرة الهاشمية ولا من عصابة السلطة التي يتمتعون بها. وهذا هو حال التقسيم القائم الآن في بلادنا. هؤلاء 3 لأنهم ليسوا هاشميين، هذا مكانهم، ومكانهم على مكانهم يلحمون التراب وليس لهم أي قيمة، كما هو حال الشعب اليمني بكامله. نحن نقدر لكم كما قلت في بداية الحديث مواقفكم ولبلدانكم، وندرك أنكم تعيشون معنا بكامل الآلام، وتتطلعون كنتم إلى السلام كما كنا نتطلع إليه من خلال الهدن التي تمت خلال 4 أشهر الماضية أو 6 أشهر الماضية. لكن هذا الأمل هدم أيضا كما هدمت المباحثات التي جرت في جنيف وبيل والكويت وكل خيارات السلام، ولم يعد لدينا بديل آخر إلا بديل الحرب الذي اختاره الحوثي، والذي تحرك بالأصابع التي تحرك الحوثي من خارج اليمن. بديل يستهدف اليمن، وكان إرهابا عابرا للحدود، وصل إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والممرات المائية الدولية، ولم يبقي باقية لأحد. ولا أعتقد أن هذه الأصابع التي تحرك
هذا المشروع ستقف عند حدود، بل أنها ستتجاوز الحدود القائمة الآن بعد أن تجاوزت الحدود اليمنية وصارت عابرة للحدود بإرهابها بالصواريخ البالستية وطيرانها المسير. نحن نقف بين أيديكم أنا وزميلي، وتعلمون أن 46 نائبا حكمونا عليهم بالإعدام، ونحن 2 من المحكوم عليهم بالإعدام، ونخشى من فتوى منفلتة بأن يقتل العديد من النواب على أرضه، لأن من يطلقون الفتاوى جاهزين لإطلاق هذه الفتوى المنفلتة وينفذون تلك الأحكام التي ما أنزل الله بها من سلطان، وليست من حقهم أن يصدروها على الإطلاق، لأنهم لا يمثلون أي شرعية، لكنهم يمثلون شرعية القوة وشرعية السلاح. ممتلكاتنا وممتلكات 90 نائبا صودرت، لم يعد لدينا بيوت في صنعاء، ولم يعد لنا أراضي، وحتى في مناطقنا حيث مسقط رؤوسنا أممت وصودرت حقوق 90 عضوا في مجلس النواب، ممتلكاتهم كاملة. أما المواطنين والبنوك والتجار، كبار رجال الدولة، الوزراء، المشايخ، أعضاء مجلس الشورى، فجميعهم صودرت ممتلكاتهم ولم يبقى لها باقية. أطفالنا يجندون ويذهبون إلى المعارك وهم دون سن 15 ودون رحمة أو شفقة من أحد، ولم يقف هذا الحد عند اليمنيين، بل ذهب، ربما تابعتم، معسكر للاجئين الأفارقة أبيد أو قتل ما لا يقل، حرق المعسكر لأنهم رفضوا التجنيد، وقتل ما لا يقل عن 200 أفريقي داخل المعسكر. أما الإقامات الجبرية ومنع حرية التنقل وإتلاف الممتلكات وقطع الرواتب وإلغاء حرية الصحافة، إلغاء حرية الإعلام، المحاكمات الصورية، إعدام القاصرين، وربما لا زال في مخيلتكم عندما أعدم 7 من محافظة الحديدة بتهمة أنهم أعطوا إحداثيات عن الصماد الذي قتل بضربة جوية، وكان من بينهم طفل دون سن 15. أولا أعيق من الضرب والتعذيب وحمل إلى ساحة الإعدام حملا يحمله الجنود حتى يعدموه، دون رحمة، دون شفقة، لا يرقبون في مسلم إلا ولا ذمة. تحويل المدارس والجامعات إلى ثكنات عسكرية، القرصنة البحرية، الإرهاب بمختلف صوره وأشكاله. وآخر شيء الآن ربما تابعتم خلال اليومين الماضية، مدينة عدن تتعرض للعديد من الطائرات المسيرة بعد أن ضرب مطار عدن بأثناء عودة رئيس الوزراء والحكومة، ولولا أن الطائرة تغير مسار موقفها إلى موقف آخر لكان رئيس الوزراء والحكومة ومعهم قرابة 70 شخصا قد قتلوا جميعا في مطار عدن، وإنما إرادة الله كان في متظاهرين اقتحموا المطار فتحول مسار الطائرة إلى مكان آخر. الجرائم لا تحصى، ونحن في ظروف صعبة جدا. وهناك في الغرب وفي الولايات المتحدة أصوات يسارية أو متطرفة تعتقد أن هذه حرب ليست يمنية وإنما حرب سعودية يمنية. أمر يعني لا يتخيله إنسان أن يصل الأمر والتفكير بالمتطرفين أو باليساريين هؤلاء إلى أنهم ينكروا ما هو قائم على وجه الأرض، وأن إيران بقضها وقضيضها يعني تقدم من الوجبة إلى الصاروخ إلى الطائرة للحوثيين، وتقاتل على الأرض اليمنية وتستهدف الخليج وتستهدف أمن المنطقة واستقراره وأمن البحر الأحمر. هذا يعني مصروف النظر عنه. وكلما تحدثنا لماذا تنظرون يا أصدقائنا الغربيين بعين واحدة، قالوا أن الحوثيين مجرد عصابة لا نملك حقا بأن نعاقبهم، لكن الشرعية علينا أن نمارس، إذا مارسنا الضغوط وهي دولة وهي يعني مؤسسات قائمة وعضو في الأمم المتحدة، ولذلك يظل كل ما هو ممكن أن يحققوه عبر الشرعية من تنازلات. وآخر هذه التنازلات الآن ما يريدونه من أن ندفع مرتبات لمن يقاتلوننا.
أمر أن نقاتلهم في مكان وندفع لهم المرتبات في مكان آخر. الشرعية عليها أن تدفع مرتبات للحوثيين وجنودهم ومقاتليهم حتى يقاتلوا الشرعية ويستمروا في القتال. شيء لا يصدق على الإطلاق. ولا أقول لكم أن لدي مثقال ذرة من أمل بأننا سنصل إلى تسوية سياسية على الإطلاق، لأن من يديرون الحرب يربطون القضية اليمنية ربطا كاملا بأهوائهم وبمفاوضاتهم بشأن الأسلحة النووية ومفاوضاتهم الإقليمية ومفاوضات أخرى، والحوثيين أداة ينفذوا فقط. لكننا علينا أن نعترف كعرب أننا فقدنا صنعاء وفقدنا لبنان وفقدنا العراق وفقدنا سوريا، وربما نفقد عواصما أخرى إن لم نعيد النظر وندرك أن المخاطر تحيط بنا من كل جانب. نحن اليمنيين اليوم غرقاء، والغريق لا يهم البلل لأننا قد رمي بنا في البحر، والظروف الإنسانية والظروف السياسية والظروف الاقتصادية حالكة. ملايين الملايين، مصر فيها قرابة 1,500,000. هذه الدولة التي نستطيع أن نقول أننا لا نشعر بغربة فيها، واستطاع اليمنيين أن يمارسوا العمل التجاري ويمارسوا العمل الإنساني، يعني العمل التجاري فيها، ويكسبون لقمة عيشهم وبكل حرية. وأما أشقائنا في المملكة العربية السعودية فنحن لا ننكر ولا نجحد حقهم أبدا على الإطلاق، لأنهم حملونا وتحملوا بسببنا ما لا يطيقون. تحملوا بسببنا السهام الغربية والسهام الأمريكية كاملة، وواجهت السعودية كأنها هي اليوم المعنية بالأمر. ونحن اليمنيين أصبحنا قضية إنسانية وليست قضية سياسية ولا حق وليس حقوقية وليس قضية وجود. إحنا يتعامل معنا الغرب قضية إنسانية، كيف يدوا لنا قطمة رز وقطمة سكر وقطمة دقيق بس فقط، ويأخذوا المليارات اللي تحت مبرر الغذاء الإنساني. هذا هو المنطلق القائم الآن. أشقائنا لا ننكركم جميعا، نقول لكم شكرا، نقول لدولكم على رؤوسنا سيخلدكم التاريخ بأنكم وقفتم معنا في محنتنا، في محنة لم نكن نحلم بها ولا نتصورها على الإطلاق. لم نكن نتخيل أن عصابة قادمة من الكهوف تعبث بنا كل هذا العبث، واليوم تصل بأدواتها العسكرية إلى دول الجوار على الإطلاق. نعم، في دول قدمت دماء، المملكة العربية السعودية، الإمارات، أيضا إخواننا في المغرب أحد الطيارين أو طيارين سقطوا، كل ذلك المقدر لمن والسودان بالدرجة الأولى أيضا قاتل ووقف معنا الموقف الأخوي، كل ذلك نقدره. أما بقية الأشقاء فأيضا لم يتخلوا عنا مطلقا، وقضيتنا في الأمم المتحدة وقضيتنا في كل المحافل الدولية تحملها الأشقاء العرب، ومطلوب منكم مزيد من الوقوف. أنا استمعت من دولة رئيس الوزراء السفير علي مجور عن موقفكم الأخوي الصادق النبيل الذي ليس أمامنا إلا أن نرفع لكم القبعات، لأنكم تدركون أن لكم إخوة يعيشون المهالك، لكم إخوة فقدوا حقهم في أطفالهم، فقدوا مستقبلهم، أجيالهم فقدت مستقبلها، بلد فقدت تاريخها، بلد فقدت ثقافتها، بلد مناهجها التعليمية اليوم تذهب إلى تعيدنا إلى القرون الوسطى. تلغى كل المناهج التعليمية التي كانت قائمة، ونأتي بمناهج بإيديولوجية ليست عربية ولا يمنية ولا تنتمي إلى تاريخنا وإلى ثقافتنا على الإطلاق. نحن ما أمام مأساة كبيرة لا حدود لها على الإطلاق. مأساتنا تكبر كل يوم. عندما نشعر أن أمامنا نقطة ضوء سترشدنا إلى الوصول إلى الحلول، بعد يومين أو بعد أسبوع أو بعد 3 تواجهنا شروط جديدة ومعضلات جديدة يضعها الحوثيين، فنعود إلى مربع صفر. اليوم رابع مبعوث دولي أمامنا، فشلوا جميعا.
كل مبعوث دولي جاء جريفيث ووقع اتفاق ستوكهولم واعتبره إنجاز له، فيما هو تدمير لليمن واليمنيين. الحوثي لم ينفذ حرفا واحدا من اتفاق ستوكهولم، بل استولى على الأموال التي كانت مودعة بنظر الأمم المتحدة، ولم تحرك الأمم المتحدة ساكنا. ولد الشيخ بذل جهود كبيرة، وفي نهاية المطاف خرج بخفي حنين. هذا المبعوث الآن يتغنى بالهدنة فقط، ليس له إنجاز إلا أن نتحدث عن هدنة. طيب الهدنة إلى ماذا توصل؟ توصل إلى حلول، توصل إلى تسوية، لأن الهدنة هي خطوة أولى في طريق التسوية، وليست هدنة لمجرد الهدنة، لأننا نريد أن نطيل عهد المبعوث وأن يبقى مستمر في عمله وأداء. خلاص، لأنه حقق هدنة نقول ابقى 5 سنين وابقى 4 سنين. اليمنيين يعيشوا الأمرين، ونحن نتحدث عن هدنة مفقودة، عن هدنة ميؤوس منها. الآن الطائرات المسيرة والصواريخ تمنع ناقلة النفط التي كانت في حضرموت وتضرب الموانئ وتمنع تصدير النفط نهائيا، وتضرب محطات الكهرباء، المقر المؤقت في عدن أصبح غير آمن لا للبرلمان ولا للحكومة ولا لمجلس القيادة الرئاسي ولا لكل من مؤسسات الدولة، لأن طائرة مسيرة وصاروخ بالستي كفيل بالقضاء على هذه القيادات في مقر اجتماعاتها. لن أطيل عليكم، لو فتحت الصفحات ستجدوني قد من البكائية ما لا حدود له. وحجم القضايا كبير وكبير جدا، وحجم الشكوى والأنين، حجم الظلم الذي يعيشه اليمنيين، حجم المأساة التي يعيشها أطفالنا ونساؤنا. هل تعلمون أن حتى المرأة اليوم منعت من أن تختار الزي الذي تلبسه هي بقرار كيف تلبس، بأمر من عبد الملك الحوثي كيف تلبس ويحدد لها أن تلبس. صدر قبل حوالي 54 قرار بمنع المرأة من السفر إلا بمحرم داخل اليمن وخارج اليمن. نحن نفقد كل الحقوق والحريات التي كانت قائمة، الشخصية والعامة، ولا نجد إلا العنف والقوة والموت والقهر والإرهاب. قرابة 1000 مرأة بالسجون، ناشطات سياسيات، ناشطين سياسيين بلا حساب موجودين في السجون. هامش الحرية والديمقراطية والصحافة ألغي تماما ولم يعد له أثر لا من قريب ولا من بعيد. ما لا يوجد إلا ملازم السيد يجب هي التي علينا على أطفالنا وعلى رجالنا أن يقرأوها وأن يتلمذوا على هذه الملازم. ملازم لو قرأتموها والله لن تفهموا حرفا واحدا منها. أنا سمعت 10 مرات ولم أفهم ماذا يراد بها، لكنهم يدرجوا جيل يعني قرابة 300 إلى 400 طفل أو طالب عملوا معسكرات صيفية، بعضهم أعمارهم لا تبلغ 12، وسيرسلوا بعد ذلك إلى ساحة القتال. عمل لهم معسكرات وبعد ذلك سيذهبوا إلى خطوة المواجهة. كثير من الآباء ومش الكثير من يقدرون هربوا بأبنائهم إلى خارج اليمن وبعضهم إلى المحافظات الواقعة تحت الشرقية، لكن كم سيهربوا؟ 100,000. كم سيهرب منهم من صنعاء؟ من سيغادر ويترك والده ووالدته وأقاربه ويبقى لاقي في أحد المحافظات المحررة أو في أي دولة أخرى؟ الإمكانيات شحيحة، الأسعار أو المرتبات لا تدفع إلا في كل 3-4 أشهر نصف مرتب، ولا يجدون قوت يومين. الناس لا يجدون قوت يومين. أكتفي بهذا القدر، وإذا كان للزميل الأستاذ محمد الشدادي أن يعطي لمحة حتى نتيح فرصة لأسئلتكم واستفساراتكم. وأكرر لكم الشكر والثناء والتقدير، ولكل الأشقاء الذين وقفوا معنا في محنتنا في ساعة العسرة ولا زالوا، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية. والشكر موصول للإمارات العربية المتحدة لأنهم قدموا دماء أبنائهم على الأرض اليمنية وساهموا مساهمة كبيرة. وكما قلت في بداية حديثي، المملكة تحملتنا وتحملت بسببنا ما لا حدود له. لذلك
لا ننكر حقها، كما لا ننكر حق الجامعة العربية التي دائما تحمل الهم اليمني في كل بياناتها ومواقفها، ونجدهم في كل الظروف الصعبة وفي كل الأوقات العسيرة. شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لسعادة السفراء الأفاضل على تحتنا هذه الفرصة، وأيضا المؤتمر الثمين. بالتأكيد أنكم على اطلاع بما يدور يعني كسفراء أيضا في اليمن. الأخ الرئيس طبعا أعطى كل ما عنده تقريبا، وما في شيء أيضا أضيفها، ولكن اللي أريده أيضا أن تتفهموا مأساتنا لا أقل ولا أكثر، واللي أريده أن يكون موقفنا موحد في حل هذه القضية اللي مرت علينا 8 سنوات و8 سنوات عياف دفعنا فيها كل غالي من دمائنا ومن أبنائنا ومن نسائنا ومن أطفالنا. نعيش مأساة، كنا نصيح على مأساة فلسطين، اليوم مأساة اليمن، وربما بكرة تجينا مآسي أيضا أخرى. أرجو أن يكون موقفنا موحد في توضيح ما هو موجود الآن أمام الدول الغربية، وبالذات أيضا الأصدقاء الأمريكان. هذا الذي يريد منكم، ونحن واثقين أنكم فعلا لكم مواقف، والرؤساء دولكم أيضا مواقف. والدليل على هذا أن المؤتمر اللي عقد في الجزائر القمة العربية أعطت حيز أيضا لليمن. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.